تبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة التصبغات من البشرة من أول استخدام. لو عندك مسامات واسعة أو عندك حفر في البشرة اعملي الخلطة دي على ضمانتي الشخصية، هتجيب معاكي نتيجة من أول دقيقة. بتفتح البشرة 4 درجات، وكمان بتزيل كل التصبغات اللي موجودة في البشرة، بتعمل عازل للبشرة، تخلي بشرتك دي بيضة بياض التلج. عايزة أقولك إن هي بتخلي البشرة تلمع. كل الكوريين وكمان المغربيين بيستخدموا الخلطة دي. تعالي أقولك هنعملها ازاي، بجد هتدعيلي عليها ليل ونهار. كل اللي عليكي اعملي لايك للفيديو وشير، وتعالى اقولك هنعمل الخلطه الجهنميه دي ازاي. اول حاجه بقى يا حلوين هنحتاجها في وصفه النهارده وهي النشا او الكورن فلاور. نشا الذره يا بنات، اي نوع نشا متوفر عندك هنبتدي ان احنا نستخدمه في الوصفه دي. هبدا اخد معلقه بالشكل ده من النشا او الكورن فلاور. عايزه بقى الوصفه دي تجيب معاكي نتيجه فوريه من اول دقيقه، امشي عليها زي ما هقولك دلوقتي بالظبط. بعد كده يا امارات هبتدي ان انا اجيب معايا هنا الخميره الفوريه او خميره الخبز وليس خميره الحلويات. عايزه اقول لكم ان هم سالوا خبيره تجميل مغربيه ايه سبب رونق وجمال بشرتك دي، قالت لهم هي الخميره الفوريه، مش بستغنى عنها ابدا، مخليه بشرتي زي بشره الاطفال. هي انا اصلا شفتها هي قمر من غير اي حاجه، وكان سنها يا بنات يعدي فوق ال 55 سنه. هنا بقى هبتدي ان انا اخد كده معلقه من الخميره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلب النشا كده مع الخميره. وطبعا زي ما اتكلمنا قبل كده، وبالنسبه للناس اللي بتقول الخميره بتعمل دود تحت الجلد، مفيش الكلام ده يا بنات خالص. انا بقول لكم ان من اجمل اصلا الماسكات اللي انت ممكن تعمليها في حياتك هو الماسك اللي بتحط فيه خميره. تمام كده. بعد كده هبتدي ان انا اخد ربع معلقه من الخل، مش هاخد كتير، بصوا معلقه صغيره بالشكل ده من الخل الابيض. بعد كده هبتدي ان انا اجيب معايا، الناس اللي بشرتها حساسه ممكن تستغنى عن الخل مفيش اي مشكله. هتحط بداله ايه؟ هنضيف بداله هنا ميه الورد. هبتدي كده ان انا اخد معلقه بالشكل ده من ميه الورد، وهبتدي ان انا اقلبهم. طبعا انتوا عارفين الخميره بتمسك شويه، بس بعد كده بتدوب معاكي اهي. تمام، هنقلبها لحد ما تدوب مع ميه الورد والكلام ده اهي. بصوا ابتدت تدوب وابتدت تتقل. هنزل بس اللي هو مسك في المعلقه ده اهو، وهبتدي طبعا اذا لقيتها محتاجه تانية ميه ورد بنحط، مفيش اي مشكله، لحد ما تبتدي ان هي تكون كويسه معايا. بصوا يا امارات بقى، بعد ما قلبت فيهم شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصوا القوام عامل ازاي، شايفين شكلها الماسك ده؟ عايزه اقول لكم ان هو خطير بجد. يعني عايزه اقول لك لو ما حطيتيش حاجه تانية وحطيتيه للماسك ده بس كده، او اللي احنا عملناه ده بس كده، هتدعي لي ليل ونهار. لكن انا هضيف حاجه بسيطه دلوقتي عليها تقدري برضو تستغني عنها. هنجيب برتقان او سفندي، تمام، وهبتدي ان انا اخد عصره. بصوا عصره بسيطه كده بس كده اهو، هي عصره واحده فقط، وهبتدي ان انا اقلب. وده طبعا عشان فيتامين سي، عشان التجاعيد بقى وازالة التجاعيد والتصبغات. مجرد ما تعملي الوصفة دي بتفتح البشرة 4 درجات، بتزيل التصبغات، بتعالج المسامات الواسعة. كمان الناس اللي عندها فتحات في البشرة بتعالجها تماما على ضمانتي. الخلطة دي لو جربتيها، خصوصا كمان بعد ما تزيل الشعر من البشرة، لو جربتيها وما عملتش معاكي نتيجة، تعالي اكتبي لي في الكومنت وقولي لي يا مروة وصفتك ما عملتش معايا نتيجة، وشوفي انا بنفسي هعمل معاكي ايه. يلا طبعا لو عجبتكم الوصفات بتاعتي ما تنسوش لايك وشير للفيديو. باي باي.